تعليق مفاجئ لأحمد حجازي بعد مغادرة معسكر منتخب مصر. كشف المدافع الدولي أحمد حجازي المحترف في صفوف نيوم السعودي عن كواليس خروجه من معسكر منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025. وغادر حجازي معسكر منتخب مصر بعد مواجهة الرأس الأخضر الجمعة الماضي بعد خلافه مع الجهاز الفني بقيادة حسام حسن لإبقائه على دكة البدلاء. وذكرت تقارير مصرية أن حجازي اعتذر عن السفر مع بعثة مصر لخوض مواجهة بتسوانا في المقررة بعد غد الثلاثاء في الجولة الثانية من التصفيات. ولكن المدافع المخضرم نفى في منشور له عبر حسابه على موقع انستغرام هذه التقارير، وأكد بأنه تم استبعاده من معسكر المنتخب، وأوضح بأنه لم يطلب إعفائه من معسكر المنتخب ولكن المدير الفني هو من استبعده. وأضاف: وللرد على موقف مباراة الجمعة الماضي ضد الرأس الأخضر لم أعتذر أيضا على عدم المشاركة والمشاهدة، كانت رد فعل على كلام صدر من أحد أفراد الجهاز المعاون للمدير الفني وعلى مرأى ومسمع من الجميع. وقال: على مدار 13 سنة في المنتخب ولعب 100 مباراة دولية لم يصدر مني تصرف سلبي، ودائما مصلحة المنتخب هي من أهم الأشياء بالنسبة لي. أتمنى التوفيق للمنتخب الوطني.